3 ديانات ب3 كتب ب3 معتقدات. طب فين الدين الحقيقي؟ كل واحد من الديانات دول فاكر ان هو الدين الصح. انا كمسلم متأكد ان الاسلام هو الدين الصح، والمسيحي شايف كده، واليهودي برضو شايف كده. ال3 ديانات دول ديانات سماوية، وفي المعنى الارضي ديانات ابراهيمية، عشان كلهم بيرجعوا لسيدنا ابراهيم. كل دين في دول بيقول القصة بطريقة مختلفة. في اليهودية سيدنا ابراهيم هو ابو بني اسرائيل، وشعب الله المختار هو بني اسرائيل. وفي المسيحية ابراهيم هو مثال الايمان، لكن الايمان الحقيقي هو الايمان بالمسيح. في الاسلام ابراهيم هو خليل الله وابو الانبياء. المشكلة بقى ان اليهودية ما بتعترفش لا بالمسيحية ولا بالاسلام، والمسيحية ما بتعترفش بالاسلام، والاسلام شايف ان اليهودية والمسيحية اتحرفوا. اكبر فرق بين الديانات دي من هو الله. اليهودية بتؤمن بإله واحد بس، ده إله بني إسرائيل وبس. والمسيحية بتؤمن إن الله إله واحد لكنه بيتجسد في 3 حاجات: الأب والابن والروح القدس. والإسلام مؤمن بالله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في اليهودية بيعترفوا بموسى النبي الرئيسي، وما بيعترفوش بعيسى ولا بمحمد. في المسيحية شايفين إن عيسى أعظم من نبي وممكن يكون ربنا نفسه. في الإسلام شايفين إن عيسى نبي، وإن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ختم الأنبياء. وفي بعض اليهود مش مؤمنين بأي نبي بعد سيدنا موسى. كتب الديانات دي: التوراة عند اليهود كتاب بيحكي تاريخ بني إسرائيل وقوانينهم. الإنجيل عند المسيحيين روايات كتير عن حياة وتعاليم المسيح. والقرآن عند المسلمين كلام الله المباشر المحفوظ من التحريف. الجنة والنار في اليهودية ما بيعترفوش بيهم، وشايفين إنهم لما يموتوا هيروحوا للعالم السفلي. والمسيحية بتؤمن بالجنة والنار، ودخولك الجنة متوقف على إيمانك بالمسيح. والإسلام مؤمن بيوم الحساب، والجنة لمن آمن بالله وعمل صالحا، والنار لكل كافر.